أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. أنا اسمي عبد الله ومعايا صديقي آدم ومعانا الكاتب عادل أحمد البدوي عشان يحكي لنا عن قصصه الجميلة. أهلا بيكم يا عبد الله أنت وآدم، وأهلا بأصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان. اخترت النهاردة شخصية وهي ماريا القبطية. بعد صلح الحديبية بين الرسول وبين المشركين، بدأ الرسول يكتب إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. أرسل كتاب إلى المقوقس حاكم الإسكندرية في مصر مع حاطب ابن أبي بلتعة، وكان معروف بحكمته وبلاغته وفصاحته. دخل حاطب على المقوقس الذي رحب به واستمع إلى كلامه وقرأ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كتب إلى الرسول قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد بن عبد الله، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه سيخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. يعني المقوقس أكرم الرسول بتاع مين؟ بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعث له جاريتين، واحدة منهم ماريا القبطية وأختها سيرين. تزوج الرسول ماريا القبطية، وبعد مرور عام حملت ماريا القبطية، وفرح النبي لسماع هذا الخبر. كان الرسول قد قارب 60 سنة من عمره، وفقد أولاده ما عدا فاطمة الزهراء. الرسول يشتاق إلى استقبال ذلك الوليد. 20 سنة لم تلد له في خلالها زوجة من زوجاته. ولدت ماريا طفلا سماه إبراهيم تيمنا بإبراهيم الخليل. يزداد فرح الرسول عليه الصلاة والسلام بالوليد ساعة بعد ساعة. حلق شعره وتصدق بوزن هذا الشعر فضة على المساكين. عاش الطفل سنة وعدة شهور، يحظى ويحاط برعاية الرسول عليه الصلاة والسلام، الأب الإنسان العظيم الذي يتكفل بتربية الأرواح في أمته وفي أمم أخرى إلى نهاية الزمان. مات الطفل وكان الدين الإسلامي قد اكتمل، وفقد النبي الرجاء في الأبناء. ظن الصحابة أن النبي لا يحزن، ولكن بكى النبي ككل إنسان، وكان الحزن الوجيع عند الوداع. قال الرسول للجبل: يا جبل، لو كان بك مثل ما بي لهدك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صرخ أحد الصحابة حين بكى الرسول، فنهاه الرسول وقال: البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان. حزنت ماريا حزنا شديدا على موت الطفل. كانت شديدة الحرص على اكتساب مرضاة الرسول، وقد توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنها. ولماريا شأن كبير عند الرسول، فقد قال: إنكم تفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. نسب من جهة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، والآن السيدة ماريا القبطية. دفنت إلى جانب نساء أهل البيت في منطقة البقيع، وصلى عليها المهاجرون والأنصار. عجبتكم قصة ماريا القبطية؟ عجبتني قوي، وعجبتني قصتها كويسة وحلوة. تمام. ناخد قصة تانية لشخصية تانية برضو، وهي جويرية بنت الحارث. دي كانت
سيدة نساء قومها، يعني من ايه، من الشخصيات المحترمة قوي في القوم بتاعها. هم في الجاهلية يعني ما كانتش أسلمت. وبعدين بعد غزوة اسمها غزوة بني المصطلق وقعت جويرية في الأسر. وكانت عادة قريش في الفترة دي إن لما واحدة تقع في الأسر بتكون زوجة للقائد بتاع الجيش الثاني. فالرسول عليه الصلاة والسلام خيرها، قال لها تروحي لوالدك ويدفع دية مقابل انك تروحي له، ولا انك تخليكي معايا. فضلت انها تفضل مع الرسول، ما راحتش مع باباها، ما راحتش مع والدها. ولما اختارت البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوزها. لما الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوزها حصل حاجة حلوة قوي للأسرة بتاعتها. كان المفروض ان في الغزوة دي اكتر من 100 واحد من الأسرة بتاعتها ومن أهلها كانوا موجودين في الأسر. المسلمين عملوا ايه؟ راحوا سايبينهم عشان خاطرها، عشان جويرية بقت ايه؟ زوجة الرسول. نطلع الناس دي كلها من الأسر. لما طلعوا الناس اللي موجودة في الأسر اكتر من 100 شخص أسلموا كلهم. شفتوا بقى كان لها الفضل ازاي جويرية بنت الحارث على أهلها؟ ايه اللي حصل؟ ان هم ادوا لهم حريتهم ومنحوهم ان هم يرجعوا الى بيوتهم، بس هم كمان حبوا الرسول عليه الصلاه والسلام واسلموا وبقوا من المسلمين الايه المخلصين قوي للاسلام. لان هم المفروض بقوا ايه دلوقتي؟ قرايب زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام، فلازم يكونوا ايه؟ على مستوى كويس من الايمان والاسلام. فقلنا ان جويرية ديت كان لها بركه على اهلها كبيره. ايه البركه بقى؟ ان 100 شخص من اسرتها اسلموا. تمام. كانت جويرية ديت حريصه قوي انها تتعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام. كانت بتصلي كتير وكانت بتصوم كتير. الرسول عليه الصلاه والسلام دخل عليها مره وكان يوم جمعه وكانت صايمه. قال لها صمت امبارح الخميس؟ قالت له لا. طب هتصومي السبت؟ قالت له لا. قال لها افطري. المفروض انك هتصوم الجمعه تكوني جايبه الخميس قبلها، او هتصوم الجمعه والسبت بعدها. ده يعلمنا ايه بقى؟ ده يعلمنا ان احنا لما نيجي نصوم الجمعه تطوع ناخد معاه الخميس او ناخد معاه السبت. لقاها قاعده في نفس المكان وعماله تسبح وتذكر ربنا. قال لها انا قلت حاجات بسيطه خالص، لو انت قلتيها هتساوي كل الحاجات اللي انت قلتيها من صلاه الفجر لحد دلوقتي. قالت له ايه؟ قال لها تقولي كل حاجه من دي 3 مرات. قولوا بقى معايا الحاجات دي. الحمد لله، الحمد لله، رضا نفسه، رضا نفسه، الحمد لله مداد كلماته، الحمد لله مداد كلماته، الحمد لله مداد كلماته، الحمد لله مداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه. الحمد لله. شفتوا الحاجات دي اللي احنا قلناهم دول؟ لو انت قلتهم يساووا ان في واحد قاعد من الفجر لحد الساعه 8 الصبح بيقول حاجات. شفتوا دول قد ايه حاجات قيمه جدا ومهمه جدا ومفيده. عجبتكم قصه جويرية؟ عجبتني قوي. تمام. هتتعلم تقول ايه بقى؟ هتتعلم تقول الحاجات اللي احنا قلناها الاخر دي كل يوم الصبح. تمام. كده تبقى خلصت حلقتنا من برنامج كاتب وكتاب. ان شاء الله يبقى كلنا استفدنا.